مطعم اجر شيفنا بيعمل اكل هندي بس بلمسات كويتيه، والمطعم عنده فرعين، واحد في الكويت وقايم على خدمه التوصيل، والتاني في الرياض. واول حاجه جربتها من عندهم الدولمه، وانتوا عارفيني انا من عشاق المحاشي، والمحشي كان مستوي ودايب ومحطوط كده عليه ليمون كتير، وبجد كان طعمه حكايه. وتاني حاجه جربتها السمبوسه او السمبوسك زي ما انتوا بتسموها. المهم يا ريتني عرفت المطعم ده في رمضان، بجد عاملين شويه سمبوسه فاخر من الاخر. ونيجي بقى للمهم، انا جربت من عندهم مشبوس الدجاج ومشبوس اللحم اللي معمول على طريقتهم. كان الرز والدجاج التتبيله والاعشاب اللي محطوطه عليهم جامدين قوي، واللي على الوش دي صلصه طماطم وتوم، وبجد مخليه الطبق ده في عالم تاني. ومن الحاجات اللي عجبتنا عند اجار شفنا الباكج والتغليف بجد ممتاز، ومناسب ان انت يخليك تاكل جوه البيت او بره البيت. بالنسبه لجوده الاكل فعاليه جدا، وهم كمان عاملين شويه ابتكارات مخليين الاكل كده مش تقليدي. يعني مثلا شوفوا اجار البدنجان ده عاملينه ازاي، وهم كمان بيعملوا كذا اجار زي المشروم والشمندر والقرع والباميه، وطعمهم مختلف وبجد حلو. زي ما قلت لكم انا عاجبني جدا الباكج والتغليف بتاعهم اللي ممكن يساعدني ان انا اكل الكلام ده بره. جربت كمان من عندهم سلطه الناتشوز، وبجد دي بالنسبه لي كانت اختراع. ودي عباره عن ذره وخيار وفلفل اصفر ومعاهم قطع ناتشوز، صوص اللي بيجي معاهم بجد حكايه. المهم اجر شفنا موجود على طلبات، وعندهم الويب سايت بتاعهم تقدروا تدخلوا وتشوفوا الابداعات اللي عاملها في المنيو. وبس كده، وما تنسوش اللايك الجميل.